السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا رب؟ تكونوا بخير يا رب. اول حاجه تصلي على النبي، تاني حاجه تدعي لاخواتك في فلسطين ان ربنا ينصرهم، تالت حاجه انك تدعي لي. وتدعي لي ايه؟ لو انت عامل قسمه تكون عارف انت تدعي لي بالزوجه الصالحه، ده اهم حاجه. وتدعي لي بقى بالفلوس وكل اللي تيجي، يعني اي دعوه حلوه والله ما هقول لك لا. بص اعمل حاجه ملخص سكاشن التصنيف اللي عامل لك عقده وشكلها وحش ورسومات وبتاع في نص ساعه. لو زاد عن نص ساعه عادي عشان انت حبيبي فهتكمل الفيديو للاخر. اعمل لايك وسبسكرايب والحاجات اللي هو الحاجات اللي هي المحفوظه ديت. بص اعمل حاجه، احنا اول حاجه هتلاقي في كلام كله شبه بعض. انسرهنشن ده بليسنتيشن، ده مش عارف اسمها ايه تاني، الاستيفيشن، اي حاجه اخرها ايشن. يعني ايه يا عم جو؟ والله الحاجات دي هتاخدها في العملي وهترجع تاخدها تاني في الايه، في النظري. يعني الحاجات دي هتتسال فيها في العملي وهترجع تتسال فيها تاني في الفاينل، فانت ممكن من قصرها تذاكرها في اي حاجه هتفيدك. يعني مثلا انت عندك هنا هو قال لك ان الاستيفيشن دي عندك فالفيت ودي عندك تويستد، وكل شكل هتاخدها في النظري ممكن اصلا تكون خدتها في المحاضره الاولى او المحاضره الثانيه، فانت هتكون فاكر الحاجات دي. هتاخد برضو الانسرهيشن دي، والله المبيض موجود فين بالنسبه للزهره، او الزهره اجزاء الزهره موجوده فين، فممكن تكون ايبا او هايبو او في نفس المستوى اسمها براجينيوس. حلو، تسمع مصطلحات هنا مش هتسمعها في اي حته غير هنا. فالفكره ان انت تكون فاهم الحاجات. المصطلحات احنا مش داخلين كورس انجليزي فهقول لك المصطلحات بالظبط، فاهم؟ انت مش هتمتحن على مصطلحات النطق، هتمتحن على الاجابه اللي هتجاوبها. بص يا عم الحاج، تعالى نفهم شويه حاجات في الفلاور. انت لو فهمتها مش هتحتاج تحفظ كل العائلات دي. اي عائله هتمسكها هتروح ماسك الحاجات ديت كده وخلاص انت مخلص الموضوع. يعني ايه مفيش حفظ يا عم جو؟ مفيش حفظ، ركز بس معايا. قال لك في اول حاجه عندنا الزهره ممكن تكون بريفكت زيك كده او امبرفكت. اكيد انت مش امبرفكت، انت بريفكت، انت الشخص ده يا عم الحاج. حلو، يعني ايه بريفكت يا عم جو؟ قال لك والله هي عندها كل الاثنين بتاع الميل والفيميل الريبرودكشن اورجن. يعني عندها اندرسيوم وجينسيوم، الاي والجي. يعني عندها ستيمن وعندها كربله. تمام، سيبك من الخط عشان ايه، خط سيء جدا. يبقى دي ايه؟ بريفكت. طب الامبريفكت يا عم جو عندها حاجه واحده بس، لا الميل لا الفيميل. سهله. يعني لو بريفكت عندها كل من الاثنين، يعني انت لو شفت عندها الاندرسيوم والجينسيوم دي تبقى ايه؟ زهره بريفكت. طب لو شفت عندها بس الاندرسيوم او شفت عندها بس الجينسيوم اللي هو او الكربله او الستيمن دي تبقى ايه؟ دي تبقى امبرفكت مش مثاليه. حلو، تاني حاجه الزهره ممكن تكون كومبليت كامله وان كومبليت. يعني ايه كومبليت او كامله؟ يعني فيها الاربع محيطات زهريه. قال لك اهو اول فور وولز، عندها الاربع محيطات. الاربع محيطات دول اللي انت واخدهم في رابعه ابتدائي يا فاشل اللي ما انتش فاكرهم، اللي هم الكاس والتويج والطلع والمتاع، اللي انت واخدهم من زمان فاكرهم، اللي هو الكالاكس والكورولا والاندريسم والجينس. طب ماشي يا عم جو، شوف انت لما كتبت يا عم جو دريت حاجه، دريت ايه؟ قال لك برضه يا عم جو ممكن يكون ثلاثه، ممكن تكون كومبليت. يعني ممكن يكون فيها ثلاثه بس يا عم جو كومبليت برضه لو مونوكوت. ليه؟ عشان انت في المونوكوت ما عندكش سيبلات وبتلات، ما عندكش كأس وتويج، انت عندك حاجه اسمها برنس. يعني ايه برنس؟ هقول لك قدام. دي السبلات والبتلات ملتحمين في بعض وبيطلقوا عليها حاجه اسمها تيبلز. فانت لو لقيت الزهره مونوكوت يعني فيها ثلاث اجزاء برضه دي كومبليت. طب حلو يا عم جو. طب ان كومبليت لا، يعني تفقد واحده او اكثر من مكونات الزهر. ممكن تكون بتفقد الكأس او التويج او الطلع او المتاع، دي تبقى اسمها ايه؟ ان كومبليت، زهره مش كامله. هتخش على الحاجه اللي بعد كده اسمها اكتينومورفيك. دي ايه؟ في السيمتريه. اكتينومورفيك او زيجومورفيك. يعني ايه يا عم جو اكتينومورفيك وزيجومورفيك؟ المهم اللي انت تكون ان عارف شكل الاكتينومورفيك هو ده، شكل كده وكده، وين الزيجومورفيك شكلها كده، تحسها علامه مئويه كده. ايوه يا عم جو، يعني ايه اكتينومورفيك وزيجومورفيك؟ بص يا عم الحاج، الاكتينومورفيك ده لو احنا جبنا زهره كده، اعتبر دي زهره وقسمناها بالعرض، الجزء اللي هيبقى فوق شبه الجزء اللي تحت بالظبط. ولو جبنا الزهره دي نفس الزهره دي واحنا قسمناها كده قسمناها بالطول، حلو، الجزء اللي على اليمين ده هيبقى شبه الجزء اللي على الشمال. يعني يا عم جو انت عايز تقول من معنى كلامك ان الزهره الاكتينومورفيك ممكن نقطعها
كذا قطع في اتجاه مختلفين، يعني ما يكونش قطع واحد يا عم جو، اكتر من قطع ويكون في سيمتريه، يعني متشابهين بالظبط كده. طب ازاي جومورفيك؟ اكيد عكسها يا عم جو. بالظبط، دي بس بتكون ممكن تقطعها قطع واحد، وان بلات. يعني ايه؟ هوريك لما نوصل لها. هتلاقي الوان بلات دي في الميسي، افتكر انت الحاجات دي. وهتلاقي ان الاكتينومورفيك هتلاقيها في المالفيسي وفي كذا عائله كمان. ماشي يا عم جو. ايه باي سيكشوال ده يا عم جو؟ استغفر الله العظيم يا رب. باي سيكشوال ويوني سيكشوال. فاكر لما قلت لك فوق يا عم الحاج ان الزهره البريفكت فيها كل من اعضاء التسكير اهو والتأنيث يا عم جو، وقلت لي يا عم جو برضو ان الزهره الامبريفكت عندها لا الميل بس للفيميل بس. انا مركز معاك يا عم جو، عليك نور. البايسكشوال ده لما تلاقي فيها اعضاء التسكير والتأنيث يبقى بايسكشوال. اما لو عندها الميل بس، جزء الريبرودكشن بتاع الميل بس او جزء الفيميل بس، دي تبقى يونيسكشوال. يعني باي سيكشوال عندها حاجتين، سيكشوال حلو دي خاصه بالايه، الجزء الاورجن بتاعها. الباي يعني 2، اليوني يعني 1. قال لك دي برضو اسمها ايه؟ الباي سيكشوال اسمها هيرما فورديت دي. انا بسميها الهرمه. ليه؟ هي هرمه كده فيها الاثنين، فيها كل حاجه. وقال لك برضو الشكل بتاعها او الرمز بتاعها كده 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 كده. ايوه يا عم جو، ده الرمز ده يا عم جو اصلا كده يعني ذكر وكده يعني انثى، فهم يا عم جو لحموا الاثنين في بعض فطلع لنا الشكل ده. ده انت تيجي تقعد بقى تمسك القلم مكانه تقعد تشرح انت، ده انت عالمي. انت عارف ليه يا عم جو انا عالمي؟ ليه؟ عشان انت اللي بتشرح. اوه هايل هايل هايل، ليك مستقبل بجد والله. نكمل. يونيسكشوال فيها الميل بس او الفيميل بس، يا يكون فيها الجزء الذكري اللي هو الاستيمن او الجزء الانثوي اللي هو الكربله، اللي هي باللاتيني اسمها بستيلا. انا مسماها بستيلا. تقنعني بقى نطق غير كده انا مش مقتنع. هي اسمها بستيلا وبيكون لها البتاع ده الرمز ده. حلو. طب الذكر بيبقى له الرمز ده. بس انا يا عم جو انا فهمت دلوقتي ان لما اقول بيرفكت هقول بايسكشوال، ولما اقول امبيرفكت هقول يونيسكشوال. ده انت ما شاء الله عليك، ما شاء الله هحسدك. تعال نخش على اللي بعدها. شويه حاجات هتفهمهم برضو انت. الرموز دي مهمه جدا عشان في القانون الزهري هتفرق معاك موت. اللي انت مش تحفظ تكون فاهم. ده يا عم جو قلنا اسمه اكتينومورفيك، ان لو الزهره قطعناها في كذا قطع هتبقى سيمتريه. دي زيجومورفيك عكس الاكتينومورفيك، ان بنقطعها في قطع واحد. دي بي ار براكيت يعني ذات قنابه مقنبه، يعني بتبقى الزهره طالعه كده من ورقه، بيبقى في هنا ورقه. انا في الرسم على قد خالص يعني. حلو. ام براكيت بدون قنابه. حلو يا عم جو. دي انت لسه قايل يا عم جو دي في اعضاء التسكير والتانيث. حلو. الكاليكس دي يا عم جو الكأس وبنرمز لها بالرمز كي. طب ليه يا عم جو مش خدنا اول حرف منها؟ عشان الكورولا خدتها، تويوتا كورولا. انا حافظ الكورولا بالتويوتا. وايه اسمها تويج اصلا. الكورولا دي هي التويج. فبيقول لك اصلا ان عربيه الكورولا دي توجت بافضل عربيه، يبقى الكورولا ايه؟ تويج. حلو انا حافظها كده. الكالكس ده الكأس. طب الاندرسيوم الايه؟ اندرسيوم الجي جينيسيوم الايبا كالكس. هبوريها لك دي موجوده في المالفيسي. قال لك حلو. الجينيسيوم ده اللي هو ده ممكن يكون كذا حاجه، ايبا او هايبو او بيرا فاهم؟ مضره للصحه على فكره وحرام. الايبا دي زهره علويه. طب ايه اللي علويه يا عم جو؟ اجزاء الزهره تعلو المبيض، يعني المبيض بيبقى تحت واجزاء الزهره هي اللي فوق. اما الهايبو الاجزاء الزهره بتبقى تحت المبيض، يعني المبيض فوق واجزاء الزهره تحته. البيره استغفر الله العظيم يا رب ما لناش فيها. حلو يا عم جو. ايه العلامه دي يا عم جو؟ علامه ما لا نهايه. احنا بناخد رياضه افهاتك وحشه جدا جدا بجد. يعني ايه رمز القوس ده يا عم جو؟ لما الاقي قوس ده ملتحمين هبوريها لك. طب يا عم جو لما الاقي السي والاي وبينهم كده دي اسمها ايبابيتيلاس. هوريها لك. هنبدا بسم الله الرحمن الرحيم بعائله المالفيسي. ايه ده يا عم جو؟ هو الكلاس ده بتاع احمد حلمي لما كانت بتقول له الكلاس افهاتك وحشه افهاتك وحشه افهاتك وحشه الفكره منه هقفل البتاع واقوم. بص يا عم الحاج، ايه الكلاس ده؟ انت عندك حلين ما لهمش تالت. يعني
الكلاس ده هيطلع لك منه حاجتين، لا دايجوت لا مونوكوت. حلو، داي وهتكمل بعدها الحته دي، داي سيتوليدن او مونوكوت سيتوليدن او مونوكوت سيتوليدن. حلو، دي الكلاس فيها حاجتين، لا داي لا مونو بس. يعني ايه يا عم جو داي؟ الداي دي يا عم الحاج فيها حاجتين، يعني لما تكتب داي اذا دي فيها كده الكأس والتويج. يعني اول ما تشوف كأس وتويج في رسمه ده اكيد دايجوت. طب يا عم جو شفت، ما شفتش كأس، ده انا شفت يا عم جو تيبلز، ده على طول يبقى مونو، وهتبقى دي الزهره ايه؟ مونوكوت. يعني التيبلز في المونوكوت. ماشي يا عم جو، دي فهمناه ان الحته دي اهي يا عم جو. حلو، دي خاصه بيه الكلاس. طب الاوردر يا عم جو، بص اي اوردر، اي اوردر اخره ال اي سي، ال اي سي يعني اللي هو الجزء ده كده، ده يرمز للاوردر. طب حلو، يبقى الاوردر كده يا عم جو اهو اخره ال اي سي. طب الفاميلي اخرها سي اي اي اي، يبقى ماشي يا عم جو، يعني اي اوردر هتكتب اسم البتاع بعدين ال اي سي. طب اي فاميلي هتكتب اسمها بعدين تحط سي اي اي اي. تمام، خليك فاهم، ده حاجات هتثبت. يبقى احنا قلنا الكلاس ايه؟ حاجتين، لا دايجوت لا مونوكوت. الدايجوت لو فيها ايه؟ كأس وتويج. مونوكوت لو فيها تيبلز. حلو، الاوردر اخرها ال اي سي، الفاميلي اخرها سي اي اي اي. حلو يا عم جو. هتخش بعد كده على القانون الزهري. القانون الزهري ممكن تحفظه، وانا ما بشجعش كده طبعا، ما بعرفش احفظ خالص، فانت اكيد زيي عشان احنا كنا في الضياع. فانت في العمل هيجي لك الرسمه دي كده، والدكتوره هتقول لك والله اكتب لي القانون الزهري واشرحه وقول لي دي عائله ايه. بص يا عم الحاج، اول ما تشوف ده بالذات ده عائله المالفيسي. يعني لا يا عم جو شميت على ظهر ايدك؟ لا، ما شميتش على ظهر ايدي، بس عائله المالفيسي هي الوحيده اللي هتلاقيها ثلاث مراحل كده. ازاي يا عم جو؟ بص، ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاته. يعني ادي واحد هنا اهو، وبعدين جزء تاني اتنين، وبعدين جزء تالت. حلو، فدي مالفيسي. طب ماشي يا عم جو، دي الزهره الوحيده اللي فيها ايباكاليكس. يعني ايه؟ ده اللي بيميز المالفيسي اللي هي ايباكاليكس. ايه الايباكاليكس يا عم جو؟ لما تاخد في المعمل الزهره هتلاقي، شايف الحته دي؟ مش عارف باين لك ولا لا، دي ايباكاليكس. دي الايباكاليكس اللي هو شويه اوراق طالعه من الجنب كده من تحت، عددهم بيكون من 5 ل 7. حلو يا عم جو. طب ممكن نكتب القانون الزهري؟ هنكتبه. يبقى انت عندك اول حاجه نتكلم على الزهره الاول. ممكن نقسم الزهره كده اه يا عم جو، وعندك كده هتبقى اليمين زي الشمال. حلو، طب ممكن نقسم الزهره كده، ايوه يا عم جو، وهتبقى عندك اللي فوق زي شبه اللي تحت. دي اسمها ايه بقى؟ انا عايزك تقول لي دي اسمها ايه. دي يا عم جو اسمها اكتينومورفيك، اللي احنا ممكن نقسم الزهره اكتر من حته وبتكون سيمتريه شبه بعض. يبقى اول حاجه اللي هي اكتينومورفيك. اكتينومورفيك قلنا اصلا القانون بتاعها او الرمز بتاعها ايه كده يا عم جو؟ كده اكتينومورفيك. حلو، دي الزهره دي مقنبه ذات قنابه، دي حاجه لازم انت تكون عارفها، مش هتطلعها من هنا. حلو، ذات قنابه. تاني حاجه هتعد، يبقى احنا قلنا ان هي الزهره ديت اكتينومورفيك، قلنا اللي هي ذات قنابه. قلنا ايه تاني؟ ها، ترجع هنا ذات قنابه. حلو، تعالى بقى نعد. ايباكاليكس احنا قلنا ده اصلا بيميز المالفيسي. ادي الايباكاليكس، ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثه، ادي اربعه، ادي خمسه. يبقى خمسه. طب عم جو ما تحط قوس بينهم بين الخمسه كده عشان يبقى شكلها حلو، ما هي مش بالشكل. لا، انت بتحط القوس لما يكون الملتحمين زي ما قلنا فوق، اللي هي اهي. قلت لك فاكر ولا نسيت؟ ان كنت ناسي افكرك اهي. حلو، قلنا دي امتى؟ دي لما تكون ملتحمين، اما هم مش ملتحمين فمش هنحط قوس. تمام. طب عد اللي بعدهم يا عم جو. يبقى احنا دي الايباكاليكس. الجزء اللي بعده الكاليكس اللي بنرمز له بحرف الكي. عد يا عم جو، ادي واحد، ادي اثنين،
ادي 3 ادي 4 ادي 5. ماشي، يبقى يا عم جو كده الكي 5 بس ملتحمين يا عم جو عشان هم ملتحمين اهو. يعني بص شيل ده، بص يا عم جو هم ملتحمين اهو اصلا، يعني ملتحمين من بعض. تمام. بعد الكي ايه السي الكورولا. حلو، ادي واحدة ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5. 5 برضو يا عم جو ملتحمين. وخلي بالك دي فالفيه. شفت لما قلنا فوق ان في جزء هو اللي في العملي هو اللي في النظري، اللي هي ده اهو جزء الفالفيه. حلو، فهي الترتيب بتاع التويج هنا نوع فالفيه. ماشي كده يا عم جو، فاضل لنا احنا اتكلمنا على 4 محيطات، الكأس والتويج، فاضل الاندريسيوم. حلو، الاندريسيوم هنا كام واحده عندهم كده، اللي هم دول اللي هم شبه النقط المدوره دي يا عم جو، بس عددهم كتير دول. خلاص بدل عددهم كتير هتروح عاملها كده، لا والله انا مش عارف اعدهم. حلو، مش عارف اعدهم والله، فخلاص هم ايه عددهم كتير. تمام. طب الجي، انت لازم تكون عارف الزهره اللي معاك دي المالفيسي علويه ولا سفليه اصلا. المالفيسي سفليه. يعني ايه؟ يعني اجزاء الزهره تحت المبيض، يعني المبيض فوق اجزاء الزهره. حلو، عددهم كام دول؟ تعالى يا عم جنيد، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5. يبقى الجي 5 يا عم جو وملتحمين. يبقى فاضل ايه تاني؟ نرجع، احنا قلنا اللي هي الزهره مكنبه، زهره اكتينومورفيك ممكن نقسمها كذا حاجه، ايباكاليكس. وخلي بالك الايباكاليكس ده بتميز المالفيسي. الكي اللي هو الكأس عددهم 5 ملتحمين، الكورولا عددهم 5 ملتحمين ومن نوع الفالفيت. الاندريسيوم ما لا نهايه مش عارف اعدهم يا عم جو. الجي 5 وملتحمين. نطلع نشوف القانون الزهري بيقول ايه. قال لك والله ده براكيت، ده الايباكاليكس عددهم 7. ايباكاليكس ليه هنا 7؟ ليه هنا 7؟ عشان انت فاكر لو احنا بنقول ان الايباكاليكس عددهم من 5 ل 7 يا عم جو انت غلطت فهتحلو يعني. اهي عيب والله عدم الثقه دي اهي، من 5 ل 7. حلو، تمام. طب الكي 5 ملتحمين، السي 5 ملتحمين، الاي مش هعرف اعدهم، الجي سفليه وعددهم 5 بس اهو سهل. فالدايجود قلنا ليه والفاميلي. فانت حلو يا عم جو، احنا كده كتبنا القانون الزهري. اشرح بقى، انا مش محتاج اشرح يا ابني، انت اللي هتشرح. الزهره ديت والله كومبليت فيها جميع الاجزاء، فقال لك والله الزهره ديت كومبليت. حلو اهي كومبليت. قال لك والله الزهره دي طالعه براكيت. قال لك الزهره دي اكتينومورف، يعني ممكن نقسمها كذا بتاع اللي احنا اصلا كاتبينه في القانون الزهري، انت مش هتخترع. قال لك والله ان الزهره دي باي سيكشوال، فيها اعضاء التسكير والتانيث. قال لك والله الزهره ده هايبوجينيوس، يعني ايه؟ يعني سفليه، يعني اجزاء الزهره تحت المبيض. والله. طب بعد كده هتخش على الكالكس اللي هو الكأس. قال لك والله جرين، اي كأس لونه جرين، اي كأس. 5 سبلات اللي احنا كتبناه اهو. حلو، ايه تاني؟ فالفي الايباكاليكس عددهم من 5 ل 7. تمام. الكرول 5 بتلات. ايه وز مش عارف كله اهو. كالر تويستد. بص احنا هنا غلطنا وانت ما صححتليش، والله عيب عليك لما ديت تيجي تقول لي يا عم جو بالله عليك يا عم جو، دي يا عم جو فالفيت. اتقي ربنا يا اخي، اتقي ربنا، دي تويستد. يعني ايه يا عم جو؟ انا مش فاهم اي حاجه والله. هترجع كده هتلاقي هنا تويستد. بص تويستد واحده فوق واحده تحت، وحبه فوق وحبه تحت. اما الفالفيت جنب بعض. حلو، فدي فالفيت وتويستد. ليه؟ عشان عمك جو المفروض كان يذاكر الاول الحته دي. قال لك انا مذاكرها في العملي فارجع اذاكرها تاني. ايوه مذاكرها في النظري، ارجع ذاكرها تاني يا عم جو. هتخش على اللي بعدها اللي هي البنانه الموزه. حلو، ماشي يا عم جو. مونوكوت، ايه ده يا عم جو؟ مونوكوت. اذا يا عم جو الزهره ديت ما فيهاش ولا كي ولا فيها سي. عرفت ازاي؟ عشان مونوكوت يا عم جو. احنا قلنا الدايجوت هي اللي فيها سي
وفيها كي اللي هو الكأس والتويج. طب الاوردر يا عم جو، الاوردر بتاعها اسمها اخره ال اي سي. بس انا يا عم جو ايه الاسم ده وانا احفظه كده ليه يا حبيبي؟ مال اي زينة جابير، ايه ده يا عم جو؟ يا حبيبي ده سهله خالص، سهله يا عم جو، اسمها زنجة بيرة. ايه ده؟ زنجة دي شبه الرنجة كده يا عم جو، حاجه في الرنجايه دي، فاسمها ايه؟ زنجة اهو وبيرة. وبعدين هتحط ال اي اس بتاعت هتحط ال اي اس بتاعت الاوردر عادي. بجد والله يا عم جو، اه يا حبيبي اهي يبقى اسمها ايه؟ اهو زنجة وبيرة بس. وهتحط ليه الليست بتاعتها دي فعالية ايه؟ المويسي البنانة. طب تعالى يا عم جو بص بقى، ده هتشوف في حاجة مختلفة، الموز. اه صلى على النبي يا اسطى، صلى على النبي. حلو. بص يا عم جو، احنا قلنا فوق ان الزهرة دي مونوكوت عالمي. ليه مونوكوت؟ عشان ما فيهاش يا عم جو ولا الكأس ولا التويج. بدل ما فيهاش يا عم جو كأس ولا تويج يبقى فيها حاجة اسمها تيبلز، وقلنا اهو تيبلز يا عم جو نرمز لها بالرمز بي، عالمي. طب ماشي يا عم جو، تعال ما نعد التيبلز اهو. تعالى كده اهو له 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 اهو. حلو. يبقى انت عندك كام تيبلز؟ ادي واحدة، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة، ادي خمسة، ادي ست. حلو. يبقى احنا عندنا ستة تيبلز. بس هل يا عم جو التيبلز دي في نفس المستوى؟ اقول لك الصراحة لا. يعني التلاتة دول في نفس المستوى، والاتنين دول في نفس المستوى، وديت عاقة لوحدها يعني مرمية لوحدها كده. فهو راح هو بيكتب لك القانون الزهري قال لك ايه؟ والله البي 3 زائد 2 ملتحمين. يعني لو جيت تشوف دول كده هتلاقيهم اللي هم ملتحمين مع بعض اهو. 3 اللي هم على نفس المستوى ده اهو، دول كده لو انت شايف على نفس المستوى. وبعدين 2 بس الثلاثه والاثنين ملتحمين، فكتب لك اهو 3 زائد 2 ملتحمين بلس واحده لوحدها. يعني ايه؟ في واحده لوحدها كده اللي هي دي، فراح كتب لك لوحدها قال لك تمام. قال لك دي باي سيكشوال فلاور. ليه باي سيكشوال فلاور؟ اقول لك يا عم جو، قول يا حبيبي. عشان هنا يا عم جو عندها الاندريسيوم والجينيس، عندها اعضاء التذكير والتانيث، تبقى علامه دي تبقى ظاهره ايه؟ بريفكت ولا ام بريفكت؟ بريفكت يا عم جو، شاطر. حلو. يبقى احنا كتبنا هنا اللي هي اهو. حلو. طب ثانيه يا عم جو، احنا لو جبنا الزهره دي وقسمناها حلو بالطول كده هتتقسم اللي على اليمين شبه اللي على الشمال. طب لو قسمناها بالعرض، لا اللي فوق يا عم جو مش شبه اللي تحت، اللي فوق اتخن من اللي تحت. يبقى دي اسمها ايه؟ يبقى دي يا عم جو اللي انت قلت لي عليها ازاي جمورفيك، اللي هي بنرمز لها بالرمز علامه مئويه. بالله بص انا حاسس ان انت ما راحش على الفاضي والله. اهو صح. صح. يبقى هو كتب اللي هي هنا العلامه المئويه اللي هي زي جمورفيك، اللي هي مش متماثله لو قطعناه في كذا قطع، اما عكسها الاكتينومورفيك. وكتب البتلات وراح كاتب لك الايه؟ الاندريسيوم والله عددهم 3 و3. بس عشان يا عم جو هنا 5 في واحده، بص شايف الاكس دي؟ قال لك هنا مكان في واحده اندريسيوم، بس والله هي في اجازه دلوقتي، بس ايه برضو اجازه بدون مرتب، فهنقولها هنذكرها برضو تعبت معانا، فراح قال لك 3 و3 اندريسيوم. طب الجينيسيوم 3 ازاي يا عم جو؟ ده واحده اهي. انت بتضحك عليا؟ اقول لك لا، ما انت تعالى بص هنا، بص ادي واحده، ادي 2، ادي 3. تصدق يا عم جو ظلمتك والله. طب ماشي يا عم جو، اشرح بقى القانون الزهري. انا مش محتاج اشرحه، انا قلت لك ان الزهره براكيت، قلت لك ان الزهره زي جومورفيك، قلت لك ان الزهره بايسكشوال يعني فيها اعضاء التذكير والتانيث، يعني فيها بيتلز، يعني الجينيسيوم فيها 3 بلس 3 اللي هو ايه الجينيسيوم؟ الاستيمن. ماشي. قلنا الاندريسيوم قصدي، قلنا الجينيسيوم فيها 3 ملتحمين، هتطلع فوق هتلاقيه ايه يعني؟ قلنا ان الزهره ديت كومبليت مع انها مونوكوت، بس عشان فيها تيبلز الثلاث محيطات زهريه الاندريسيوم والجينيسيوم والتيبلز والاندريسيوم والجينيسيوم، يبقى كومبليت. قلنا الزهره دي بيرفكت عشان فيها اعضاء التانيث والتذكير. بس هتطلع فوق كده هتشوف، قلت لك هتحفظها زنجبيره، اول ما اجي لك في الامتحان افتكرها.
ماشي. يا عم جو ده بيقول اللي هي براكت اهي. تعالى بس نصغر ده كده. براكت. حلو. وقال لك يا عم جو باي سيكشوال. حلو ليه؟ عشان في عدد التأنيث والتذكير. ايه ده يا عم جو؟ ده قال لك ده زي جمورفيك بجد والله. قال لك ده ايباجينيوس يا عم جو عشان دي زهرة ايه؟ علوية. يعني ايه علوية؟ يعني اجزاء الزهرة تعلو المبيض. حلو. قال لك ماشي يا عم جو، ايه تاني؟ باي سيكشوال. باي سيكشوال. ما انت قلنا الحاجات دي يا عم جو. ما انا بقول لك مش هتشرح، مش هتقول، انت بتشرح اللي انت فاهمه. اللي شويه الحاجات اللي انت فهمتهم في الاول بتقولهم تاني. البرنس بتاعنا يعني ايه؟ دي تيبلز، في 5 تيبلز. قال لك اهو 3 و3، بس ال3 مش في نفس المحيطات. يعني في 3 في محيط، وفي 3 2 غيرهم اهو تيبلز في محيط لوحدهم، وفي واحده لوحدها. بس تمام. قال لك الاندريسيوم، قال لك 5 أو 6 مرتصين في 2 من المحيطات، يعني مش قصاد بعض. تمام. مش جينيسيوم. فانت بتفهم الحاجات وبتشرحها. يعني بتفهم، بتشوف الرسمه ايه، ما دي الشكل الرسمه دي اللي هيجي لك كده، وانت بتطلع الحاجات من على الرسم. يعني مش بتخترع الذره والله. بس هتخش على اللي بعدها. حلو. هي نفس الحوار ده يجود. يبقى ايه؟ فاسب الله توبة الله. حلو. اللي اخرها ال اي اس دي الاوردر، اخرها سي ايه دي الفاميلي. بس فانت هتروح رايح. تعال أما نروح للرسم. انا بص هجي لك الرسمه دي، اقول لك يا عم الحاج دي ايه؟ هتقول لي يا عم جو لو قطعتها كده او كده اكتينومورفيك. الاثنين شبه بعض يا عم جو. حلو. يبقى اكتينومورفيك. عد لي. ادي واحد اهو. 1 2 3 4 5. يبقى الكي 5 ملتحمين لا. طب اللي بعدها السي 1 2 3 4 5. السي 5 ملتحمين. الاندرسيوم ادي 1 2 3 4 5. الاندرسيوم 5 ملتحمين. الجينيسيوم 2 ملتحمين. تعال نروح للقانون الزهري اهو. قال لك والله اللي هي اكتينومورفيك، قاعدة التذكير والتأنيث. حلو. فيها الكأس والتويج، عشان كده قلنا داي مونوكوت. فيها السي 5 الاي 5 الجي سفلية، وفيها 2. حلو. طب ايه يا عم جو العلامة اللي فوق دي؟ بص لما يكون مربوطين ببعض كده، مربوطين ببعض كده الاندريسيوم والكرولا، بص مربوطين ببعض من تحت اهو، دي بتروح عامل العلامة اللي هي دي بين اللي انا قلت لك فوق. بس اهو. الجينيسيوم 2 سفلية. يعني ايه سفلية؟ يعني اجزاء الزهرة تحت 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 المبيض. حلو. قال لك الفلاور اكتينومورفيك اهو. ثانية واحدة لما اجيب لك اهو الزهرة اكتينومورفيك. بايسكشوال. هايبوجينيوس. الكالكس 5 سبلات. قال لك الكرولا 5 بتلات. اللي هو انت هتشرح اللي انت شايفه، انت بتحفظ شويه مصطلحات وبتكررها، كذلك الباقي. فلا جديد يذكر. حلو. احنا دخلنا في كام دقيقه كده اهو؟ نص ساعه بالظبط. بس مع كل العائلات هتعمل كده. هذا بالله التوفيق. وادعوا لي وربنا يوفقنا يا رب. وادعوا لاخواتكم غزه وصلوا على النبي كده وادعوا لي بزوجه صالحه والحاجات دي كلها. كان معكم اخوكم في الله جو رجب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.